فيديو النهارده من اهم الفيديوهات اللي نزلت على البيج هنا، ومتاكد هتكون الاهم السنه دي. النهارده هتكلم عن سلسله الاس 24 كامله، من الاس 24 والاس 24 بلس والاس 24 الترا، وهنعرف النهارده كل المعلومات والتفاصيل عن الاجهزه. فلو اول مره تشوفني ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان تشوف كل اللي جاي، ويلا بينا نخش. وهنبدا اول حاجه بالاس 24 الترا. من اول حاجه شفتها في الجهاز هو الجالاكسي اي. استخدام سامسونج في حد ذاتها للجالاكسي اي ومعاها ذكاء اصطناعي تاني اللي كان بيبقى موجود في جوجل ويكون في السلسله كلها، ده من الحاجات المهمه جدا. يعني معنى كده ان سامسونج تعتمد على 2 من الذكاء الاصطناعي اللي هو يسمى في جوجل الجيميني نانو، وده علشان يحسن لك في السلسله دي من جوانب الحياه اليوميه اللي احنا بنعملها كل يوم. نسخه الالترا جايه بفريم تيتانيوم، وده اختلاف كبير ما بين الاس 24 الترا السنه دي والاس 23 الترا السنه اللي فاتت، اللي كان مستخدم الالومنيوم في الاطار. والحركه بتاعت التيتانيوم دي عملتها ابل قبلهم، وده هيزود للجهاز متانه اكتر وتوفير في الوزن. ولازم نبقى عارفين ان خامه التيتانيوم اغلى في السعر من الالومنيوم، وبيدي قوه اكتر 56% من الالومنيوم. والجهاز نازل باربع الوان مختلفين، منهم الرمادي والاسود والموف والاصفر، وكمان في الوان زياده هتكون موجوده على موقع سامسونج دوت كوم، وهم الاورنج والاخضر والازرق. زجاج الخلفيه هيكون جوريلا جلاس فيكتاس 2، وطبقه حمايه على الوش جوريلا ارمور، ودي طبقه من الازاز هتكون اكثر صلابه بما يصل 4 مرات ازيد ضد الخدوش والصدمات، وهتساعدك في مجال الرؤيه، وهتكون اقل توهج بنسبه 75%. ظهر الموبايل هيكون مسطح ومربع من عند الزوايا، وهتلاقي في العلبه الكتالوج او الجايد والايجكشن بين عشان تطلع الشريحه، وكابل يو اس بي سي تو سي، وهو هاتف مقاوم من الماء والغبار IP68 مع استخدامهم لاندرويد 14، بالاضافه للوان يو اي اللي هو 6.0. نتكلم على الكاميرات. هيكون في 4 كاميرات. اول واحده من فوق هتكون 12 ميجا بكسل الترا وايد، والتانية هتكون 200 ميجا بكسل 2x كواليتي زوم ووايد انجل. التالتة هتكون 50 ميجا بكسل 5x اوبتيكال زوم، وبتوصل ل 10x كواليتي زوم. والكاميرا الاخيره هتكون 10 ميجا بكسل، وهتكون 3 اوبتيكال زوم، يعني اعداد نظام فوتوغرافي رباعي، انك هتحصل على نتائج جوده مستوى بصري مرتين و3 و5 ولحد 10. ومن الاسباب اللي خلته يمكن غالي شويه هو التضخم والزياده في التكنولوجيا الموجوده في الجهاز، زي مثلا التيليفوتو ال5x. وبكده يعتبر هيكون في صور افضل ثابته ومقاطع فيديو ليليه بشكل افضل، علشان وحدات البكسل هتكون اكبر بنسبه 60%، وهتقدر تمتص العديد من الضوء، بالاضافه انها اوسع مرتين في تصحيح من زاويه الاو اي اس علشان تحقق استقرار افضل. وهيكون عندك اختيار السلو موشن، وهو ان الذكاء الاصطناعي يقدر يحول مشهد في الفيديو او لقطه عاديه لسلو موشن اثناء تشغيل الفيديو، ولكن انت ممكن تسجل من البدايه بسلو موشن 4K 120 FPS. اما الكاميرا الاماميه فهتكون سيلفي كاميرا 12 ميجا بكسل. اما من ناحيه العرض للشاشه فهتكون بمقاس 6.8 انش كوانتم اتش دي بلس فلات ديسبلاي و2x دايناميك ايموليد، وهتكون الشاشه 1440 بي، وكريفريش هتوصل ل 120 هرتز. الهاتف بيحتوي على تقنيه ال LTPO، او للحصول على معدل تحديث اكثر تكيف، وان الهاتف يوصل معاك لحد 44 هرتز او حتى 1 هرتز، اعتمادا على المحتوى اللي انت مشغله لتوفير الطاقه اللي في الجهاز. وهتلاحظ في النسخه دي ان الشاشه مسطحه مش كيرفت زي اللي شفناه قبل كده من سامسونج، بالاضافه انها بتحتوي على حواف انحف كتير مع طبقه الحمايه اللي اتكلمنا عنها من شويه. وهتكون الشاشه 1750 نتس، ومع اشعه الشمس هتوصل ل 2600 نتس. وبتقول الشركه ان السطوع هيكون ازيد بنسبه 40%، وهيكون بيلت ان القلم اللي جاي مع الجهاز وهو الاس بن. نتكلم عن البروسيسور. هيكون جاي جهاز بالمعالج الجديد سناب دراجون 8 جنريشن 3 علشان جيم بلاي مرتاح، وبطاريه 5000 ملي امبير هتدوم معاك لحد 30 ساعه فيديوهات او 95 ساعه موسيقى، وده على كلامهم. وطبعا الموبايل هيدعم الشحن اللاسلكي، وهيكون الجهاز قادر انه يشحن بقدره 45 واط.
في ميزه جديده للاي اي هي انك تحدد او تعمل دايره حوالين صوره معينه ويعمل لك سيرش عليها على جوجل، سواء بقى تيشيرت سواء غيره او اي معلم سياحي، وتعرف عنه كل المعلومات. ولو حاجه بتتباع فهي بتتباع فين وسعرها كام. هيكون في ميزه اسمها اللايف ترانسليت، ودي هتسهل التواصل. يعني مثلا ممكن نتكلم جمله انجليزي وتتحول لاي لغه تانية، لان الجهاز عليه اكتر من 17 لغه مختلفه، ويتحول كلامك على طول وتقدر تبعته لاي شات. في خاصيه تانية اسمها نوت اسيست، ودي هتساعدك انك تعمل سمرايز للنوتس اللي عندك او لمقاله موجوده عن طريق الاي اي. وكمان لو كاتب حاجه على شاشه بخط الايد هيحولها الذكاء الاصطناعي لجمل متناسقه. ولو عايز يرتب الجمل في باراجرافز او في هايلايتد نوتس هيقدر ان هو يعمل كده، وده هيساعدك اكتر في الدراسه او في الشغل. كمان في خاصيه الفوتو اسيست، وتقدر تعدل في الصوره بالذكاء الاصطناعي وتملى الفراغات اللي هتكون موجوده في الصوره في حاله لو بدلت شخص من مكان للتاني وعملت عليه دايره او انك انت حددته، والصوره اللي انت عدلت عليها بالذكاء الاصطناعي هتكون فيها ووتر مارك ناحيه الشمال تحت في الصوره وهي علامه النجمه. وفي خاصيه اسمها الشات اسيست، وهو انك تقدر تعيد صياغه الجمل اللي انت كاتبها قبل ما تبعتها في الشات لاي لغه انت عايزها، او يتم اعاده صياغتها عن طريق الاي اي باسلوب فيه ايموشنز، يعني على حسب اللي بتكلمه. وعلى كلام الشركه انه اثناء الاستخدام في الجيمنج او غيره هيكون الهاتف بتبريد افضل وتحسين في اداره الحراره، وهيكون في دعم للذكاء الاصطناعي المستخدم لمعالجه افضل الصور بالاضافه لمميزات تانية كتير. وفي خاصيه مشاركه البيانات بين اجهزه الاندرويد او كمبيوتر بيشغل نظام الويندوز. الجهاز هيكون بيدعم التحديثات لحد 7 سنين، وده بدايه من سلسله الاس 24. حتى سامسونج عامله جرابات من السيليكون هتكون تكلفتها من الشركه حوالي $30، وهتكون بالوان كتير واشكال كتير. وفي منهم اللي هيكون بحزام من الظهر على اساس يكون ليه ماسكه للموبايل، وده شويه هيكون اغلى من الجراب العادي، ممكن يكون زياده $10 او حاجه، وهنشوف كتير موجود في السوق بعدين. سعر هاتف السامسونج الاس 24 الترا هيكون في حدود $1300. في عندك 3 اصدارات من السامسونج 24 الترا. اول اصدار وهو ال 12 جيجا رام 256 جيجا كمساحه داخليه، والتاني هيكون 12 جيجا رام 512 جيجا، والتالت هيكون 12 جيجا رام ومساحه داخليه 1 تيرا. ولو شفت علامه النجوم المعبره عن الذكاء الاصطناعي في اي حته في الجهاز وانت بتستخدمه يبقى لازم تعرف ان في تعديلات في الحته دي هيخش فيها الذكاء الاصطناعي اكيد. نتكلم دلوقتي بقى عن جهازين الاس 24 والاس 24 بلس اللي هيكونوا جايين بفريم من الالومنيوم، وفي مميزات الذكاء الاصطناعي اللي ذكرناها من شويه في الاس 24 الترا، وهيكون جايب الوان الرمادي والاسود والاصفر والبنفسجي. وعلى موقع سامسونج برضو هيكون في 3 الوان وهما البرتقالي والازرق والاخضر، وهيكونوا جايين ب3 كاميرات. اول واحده هتكون ال 12 ميجا بكسل الترا وايد، و50 ميجا بكسل وايد، و10 ميجا بكسل 3 اكس تيليفوتو، والكاميرا الاماميه هتكون 12 ميجا بكسل. هيكون مقاس الشاشه الاس 24 6.2 انش، وهتكون فول اتش دي بلس 1080 بي دايناميك ايموليد 2 اكس. والاس 24 بلس هيكون 6.7 انش كوانتم اتش دي بلس 1440 بي ودايناميك ايموليد 2 اكس، وزياده تقنيه ال تي بي او، وهتكون في نسخه الاس 24 بلس ريفريش ريت بمعدل 120 هرتز، والجهاز قادر على الاتصال بتردد يصل ل 24 هرتز او 1 هرتز اعتمادا على اللي انت بتعرضه زي ما قلنا من شويه في الاس 24 الترا. ونفس الكلام ان هم اشتغلوا على الشاشه من حيث تقليل الحواف، وان الاصدارين حصلوا على زياده في السطوع، والاتنين بقوا 2600 نتس. السامسونج جالاكسي اس 24 هيكون الواتش تايم للفيديو بتاعه لحد 29 ساعه، اما الاستماع للموسيقى فهو هيوصل ل 72 ساعه. اما الاس 24 بلس هيكون الواتش تايم للفيديو بتاعه 29 ساعه، والاستماع للموسيقى هيوصل ل 88 ساعه. وهنلاقي المعالج في الهاتفين سناب دراجون 8 جنريشن 3، وهنلاقي في بعض المتاجر البروسيسور هيكون اكزينوس 2400، والاتنين بيدعموا الاداء المماثل كري تريسنج في الالعاب. وفي زياده في الاس 24 بلس في الرام انه هيوصل ل 12 جيجا، وده يعتبر زياده عن نسخه العام الماضي اللي كانت بتقف عند 8 جيجا. الجهاز هيكون جاي بظهر مسطح وحلقات من الكاميرا منفصله، ولكن خلفيه الموبايل هتكون غير لامعه اللي هو اللون المطفي، ومع ذلك اطار الموبايل هيكون من الالومنيوم ولكن الاقوى من الاصدار اللي فات. هيكون شحن الاس 24 25 واط، اما نسخه البلس 45 واط. اما البطاريات ذات نفسها
فاصبحت اكبر من السنه اللي فاتت. يعني الاس 24 بقى بسعه 4000 ملي امبير، والاس 24 بلس وصل ل 4900 ملي امبير. الاس 24 هيكون فيه منه اصدارين. الاصدار الاول هيكون 8 جيجا رام و128 جيجا كمساحه داخليه، والاصدار الثاني هيكون 8 جيجا رام و256 كمساحه داخليه. اما نسخه البلس هتكون جايه برضه باصدارين، اصدار 12 جيجا رام 256 جيجا مساحه داخليه، والاصدار الثاني 12 جيجا رام و512 جيجا كمساحه داخليه. وسعر الاس 24 هيكون حوالي $800، ونسخه البلس هتكون في حدود $1000. لو وصلت لحد اخر الفيديو فاعرف انك انت خلاص بقيت بيج فان، ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصل لك كل جديد، واكتب لي تعليق تحت الفيديو وقول لي رايك فيه. وهل حابب ان احنا نكمل في سلسله ان احنا لو نزل موبايل جديد نتكلم عنه ونقول عنه كل المعلومات والتفاصيل؟ استنى رايكم واشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.